بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم على الكيس الدهني في العين. الكيس الدهني في العين ده بيبقى في الجفن من جوه، وغالبا بيبقى في الجفن السفلي. وبيبقى في فرق طبعا بينه وبين الحباية أو هنا بيبقى في حباية في الجفن السفلي فيها صديد، ودي بتروح مع اي مرهم او قطره مضاد حيوي. لكن الكيس الدهن بيبقى حجمه اكبر وما بيجيش اي تأثير مع المضاد الحيوي. ممكن تلاقيه كمان بيكبر مع قطره او مرهم مضاد حيوي، والعين بتورم وتبدأ تقفل، وده بسبب ان لازم يتشال طبعا جراحيا عن طريق عملية موضعية كده. بيتاخد البنج بتاع العين ده اللي هو البينوكس قطرة كده، وبعد كده بجهاز معين بيتقلب الجفن السفلي وبيتشال بطريقة معينة. بتبقى عملية بسيطة خالص، يعني زي فتح الخراج كده ببنج موضعي، بيقوم منها المريض زي الفل، بياخد قطرات بعد كده عشان الجرح يقفل، وبيغطي عينه فترة وبيبقى زي الفل بعد كده. الكيس الدهني اللي في العين بيبقى اسمه كاليزيون، ده الاسم العلمي بتاعه، وده بيبقى في اغلب الوقت بيبقى في الجفن السفلي للعين. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.